يا شباب، الفرق ما بين النادي الاهلي والنادي الزمالك حاليا، ما تحطنيش في وجه مقارنه بقى دلوقتي. النادي الاهلي ما ينفعش يقارن بنادي الزمالك حاليا. ليه؟ النادي الاهلي حاليا استقرار ماديا واستقرار فريق واستقرار لعيبه واستقرار اداريا واستقرار كل حاجه. اما عندك النادي الزمالك ما عندوش استقرار ماديا ولا استقرار لعيبه ولا استقرار اداريا ولا اي حاجه. كل مشاكل النادي الاهلي دلوقتي اللعيب الهجوم والتيشيرت بتاع النادي الاهلي. اما الزمالك احنا عندنا بعنا زيزو وبعنا اللعيبه وما عندناش استقرار ماديا ولا اداريا. مجلس الاداره كله اتشال وكله برضه اتغير وما عندناش اي حاجه خالص. اللي اتحط في وجه المقارنه حاليا مع النادي الاهلي نادي بيراميدز، عنده جميع الاستقرارات الممكنه. هنشوف دوري من نار ما بين النادي الاهلي نادي بيراميدز وفيوتشر وزد اللي لسه طالع جديد، والنادي الزمالك ممكن يكون في المنافسه.